حياكم الله مشاهدينا الأحبة أينما كنتم. أرحب بكم في هذا الموعد من الطبعة الأولى من بي إن سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا بكم. البداية من إنجلترا، حيث واكبت صحيفة ديلي ميل تحضيرات مانشستر يونايتد لمواجهة السوبر الأوروبي أمام الريال مدريد. وكتبت الصحيفة: لاعبو مانشستر يونايتد يتدربون تحت شمس مقدونيا، ورجال مورينيو استعدوا في أجواء حارة قبل السفر إلى سكوبيي لمواجهة الريال، حيث أظهر الفريق روحا عالية في التدريبات وثقة كبيرة. ونقلت الصحيفة مفاجأة سارة بتواجد لوكشو في التدريبات بعد الإصابة، لكنها أكدت أنه من المتوقع أن يلازم المقاعد الاحتياطية، هذا بالإضافة إلى لائحة أسماء أخرى أيضا. وفي إسبانيا، نقلت صحيفة ماركا تصريحا لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قال فيه: إذا كان كريستيانو متواجدا معنا فهذا يعني أنه جاهز للعب. وكتبت الصحيفة أن زيدان أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر في كأس السوبر الأوروبية على جاهزية فريقه لأول لقاء رسمي هذا الموسم. وأضاف أن الفريق المدريدي لديه العديد من مفاتيح اللعب، مؤكدا معرفته بمواطن قوة وضعف خصمه. قبل أن يجيب زيدان عن سؤال حول وضعية رونالدو بأن النجم البرتغالي، وعكس ما يتداوله الإعلام، هادئ وحاضر بدنيا بدرجة مدهشة، مؤكدا أن رونالدو جاهز كما كان الحال في نهائي أوروبا. شرط كوتينيو للتوقيع لبرشلونة، هذا العنوان نطالعه في صحيفة موندو ديبورتيفو. كتبت الصحيفة أن كوتينيو الذي يعد من الأهداف الكبيرة لنادي برشلونة في سوق الانتقالات لم يخفي رغبته في اللعب للنادي الكتالوني، وفي أن يصبح لاعبا في البلاوغرانا في الأيام المقبلة ليلعب إلى جانب صديقه المفضل لويس سواريز. لكن كوتينيو يشترط أن تتم هذه العملية بسلاسة تامة، وأن يكون الاتفاق وديا وخاليا من الضغوط على ناديه الحالي ليفربول. وأضافت الصحيفة أن كوتينيو يشدد على أنه لن يغادر الأنفيلد، وعشاق ليفربول غير راضين عن الصفقة. فاللاعب الدولي البرازيلي الذي كسب احترام عشاق الريدز يرغب في الحفاظ على احترام محبيه. دائما في إسبانيا، حيث نقرأ في صحيفة آس: سيبايوس أقنع زيدان. الصحيفة نشرت أن داني سيبايوس الذي سيحتفل بعامه 21 يعيش أجواء رائعة منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، ومن المتوقع أن يخوض دقائقه الأولى رسميا مع نادي العاصمة في كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أكد حضوره القوي في جولة النادي الملكي في الولايات المتحدة. وأضافت أن سيبايوس الذي انضم للريال بعد مفاوضات شاقة سرعان ما تجاوب مع أسلوب المدرب زين الدين زيدان، وحقق انسجاما سريعا مع زملائه في الفريق، ما يؤهله للمشاركة في المباريات الرسمية. نختم هذه الجولة العالمية مع صحيفة ليكيب الفرنسية التي سلطت الضوء على تخوف الاتحاد الكاميروني من تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد، والتي نفى فيها أن تكون الكاميرون جاهزة لاستضافة كأس افريقيا 2019. كتبت الصحيفة أن الاتحاد الكاميروني تلقى تصريحات رئيس الكاف بشأن عدم أهلية البلاد لاستضافة الحدث الكروي الافريقي باستياء بالغ. وكان أحمد قد صرح في وقت سابق بأن كل ملاعب الكاميرون غير قادرة على استضافة مباريات من هذا المستوى، وبالتالي باتت الكاميرون مطالبة الآن بإقناع المفتشين والخبراء الذين سيزورونها أواخر الشهر الحالي بقدراتها على استضافة كأس أفريقيا 2019. وفي هذا السياق أضافت ليكيب نقلا عن الاتحاد الكاميروني أنه يرحب وبروح بناء بجميع بعثات التفتيش التي سينتدبها الكاف.
الآن مشاهدينا وإياكم من الصحافة العالمية سنتحول إلى جولة مجموعة أخرى من الأخبار، إنما الآن في الصحافة العربية. البداية والاستهلال من الشروق التونسية التي عنونت 4 لاعبين من الترجي في التشكيلة المثالية للبطولة العربية. نشرت الصحيفة أن الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن أفضل تشكيلة في البطولة العربية للأندية، والتي فاز الترجي الرياضي التونسي بلقبها بعد تغلبه على الفيصلي الأردني ب3 أهداف ل2، حيث جاء 4 لاعبين من الترجي ضمن التشكيلة المثالية، وهم غيلان الشعلالي وأنيس البدري وخليل شمام وعلي المشاني. إلى صحيفة المنتخب المغربي التي عنونت التالي: زيد كروش يصرح عن عرض الرجاء البيضاوي، وذلك في إشارة إلى الحديث الذي خص به زيد كروش لاعب المغرب التطواني صحيفة المنتخب، حيث عبر عن سعادته بالأجواء الجيدة التي مر فيها معسكر الدار البيضاء الذي استغرق 14 يوما، مؤكدا أن الظروف مهيئة ليكون الفريق حاضرا بقوة في الموسم المقبل وجاهزا لمباراة دور 16 لكأس العرش المغربي ضد جمعية سلا. وفيما يتعلق بعرض فريق الرجاء البيضاوي، فقد أكد كروش على أنه بالفعل تلقى عرضا جيدا من الرجاء البيضاوي، وإذا تخلى عنه المغرب التطواني فسيقبل العرض. الآن إلى صحيفة الخبر الجزائرية، نقرأ فيها نهاية حقبة، وذلك في إشارة إلى إعلان مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل سحب الثقة من الرئيس محند شريف حناشي لتنتهي حقبة طويلة دامت 24 عاما عاشها النادي العريق برئاسة حناشي. الصحيفة ذكرت بلغة الألقاب العديدة التي أحرزها النادي في ظل قيادته سواء قاريا أو محليا، وأضافت الصحيفة أن ابتعاد الفريق عن المنافسة المحلية والقارية في السنوات الأخيرة واضطراره للعب على تفادي الهبوط حتى الجولات الأخيرة من البطولة كما حدث الموسم الماضي دفع عشاق النادي وحتى اللاعبين القدامى إلى التكتل وتشكيل جبهة معارضة نجحت أخيرا في إقالته. لجنة الاستئناف تلغي عقوبة أبو زريق وتخفضها لعبد الستار، هذا العنوان نطالعه في صحيفة الدستور الأردنية. الصحيفة تناولت قرار لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم بإلغاء عقوبة اللاعب الفيصلي السابق محمد أبو زريق، وبخصوص استئناف نادي الجزيرة حول قرار اللجنة التأديبية بإيقاف لاعب نادي الجزيرة أحمد عبد الستار 6 مباريات رسمية، بالإضافة لعقوبة إيقاف لاعب نادي الجزيرة فراس شلباية 4 مباريات رسمية. أكدت الصحيفة أن اللجنة ردت استئناف شلباية وقبلت استئناف اللاعب عبد الستار لتصبح عقوبته الإيقاف ل3 مباريات بدلا من 6. ونختم إياكم مع صحيفة الجمهورية اللبنانية التي عنونت تحضيرات بطولة آسيا لكرة السلة شارفت على الانتهاء. وكشفت الصحيفة أن مجمع زؤم كايل بات في حلة رائعة استعدادا لاستضافة بطولة الأمم الآسيوية 29 التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة بين 8 من الشهر الجاري وال20 منه، حيث أنجزت كافة الأعمال التي طلبها الاتحادان الآسيوي واللبناني وفق المواصفات الدولية. الملعب شهد تحولا وأصبح يتسع الآن ل8,000 متفرج، وهو مكيف مع إضاءة مميزة، هذا فضلا عن تزويده بالإنترنت السريع. كما أقيم ممر للحاضرين لتسهيل التحرك داخل الملعب مع إجراءات صارمة من قبل اللجنة المنظمة والاتحادين الآسيوي واللبناني لتطبيق كافة الشروط التنظيمية. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الطبعة الأولى، شكرا جزيلا على المتابعة، في أمان الله.